ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ عارفين المهندس المعماري؟ الراجل ده كل ما يستلم مبنى لازم يرسمه في ورقة صغيرة وبعد كده يعمل حاجة اسمها ماكيت. الماكيت ده بالظبط عبارة عن صورة من خيال المهندس ده للمبنى اللي هو هيترسم بس بشكل 3D زي ما انت شايف كده، علشان تقدر تتخيل شكل المبنى أصلا قبل ما يكون موجود في الحقيقة عشان لو عندك أي تعديل عليه. طيب الموضوع ده بياخد وقت، طب ليه وجع القلب ده؟ تخيل المهندس المعماري بنى مبنى وطلع بالمنظر المقرف ده، هيضطر إن هو يهده ويرجع يبني من الأول تاني، وهنا هتبقى فيه مشكلة وهيطلعوا. كذلك الجيم انجن برنامج ضخم جدا، تمام؟ ما ينفعش إن أنت بعد ما توصل لنقطة معينة فيه ترجع تحس إن فيه مشكلة وتكتشف إن فيه كارثة في الإنجن فترجع تبدأ من الأول تاني. عشان كده قررت إن أنا أبدأ بأوبن جي إل علشان أبدأ أشوف شوية جرافيكس على الشاشة الأول خالص. بعد ما نشوف شوية جرافيك كده ونبدأ نحس إن الدنيا تمام معانا، نعمل معمارية كويسة للإنجن بتاعنا. لو المعمارية دي كويسة وسهلة في التعامل هنبدأ بعد كده نحط فولكان ورا الأوبن جي إل، وبكده نكون إحنا ضمنا إن إحنا نكون عملنا ماكيت للإنجن بتاعنا قبل ما نتعب نفسنا ونحط فولكان. يلا بينا. بص يا شباب، أي جيم إنجن في الدنيا أو أي برنامج في الدنيا بيرسم جرافيك بيمشي على أساسيات ثابتة، أساسيات واضحة. سواء الجيم انجن أو الجرافيكس انجن ده كان بيشتغل على ويندوز أو لينكس بيستخدم دايركت اكس على الويندوز، أو لينكس بيستخدم اوبن جي ال، أو ماك بيستخدم اوبن جي ال أو ميتل، أو حتى بيشتغل على البلاي ستيشن بيستخدم المكتبة الخاصة بتاعتهم. كل ده الأساسيات بتاعته واحدة، مش هتفرق في أي حاجة. تمام، فلازم نفهم الأساسيات دي كويس علشان حتى نقدر نشتغل على الجيم انجن مش نعمله بس. طيب لازم تعرف ان اي شكل 3D في الدنيا متكون من حاجه اسمها فيرتيسيز، والفيرتيسيز جمع كلمه فيرتكس. فيرتكس يعني نقطه في الفراغ، نقطه في عالم 3D. ادي نقطه فيرتكس وادي نقطه فيرتكس وادي نقطه فيرتكس ودي نقطه فيرتكس. لو قدرنا نوصل ما بين كل الفيرتيسيز دي هنقدر نرسم المثلثات او الشكل 3D اللي انت شايفه قدامك. طيب كل فيرتكس من دول عبارة عن 3 أرقام اكس واي زد لأنه موجود في عالم 3D، محور السينات ومحور الصادات ومحور العينات، أو اكس واي زد. طيب ساعات بيبقى في نقطة هنا مثلا بتشير في أكتر من مثلث، يعني إن ده مثلث مثلا أهو وده مثلث أهو وده مثلث أهو. النقطة دي اللي هي دي الفيرتكس ده، هذا الفيرتكس موجود في المثلث ده وموجود في المثلث ده وموجود في المثلث ده. يعني انا لما اجي اكتبه للمثلث ده او ابعته لكارت الشاشه عشان يرسم المثلث ده اهو اللي انا معلم عليه بالماوس ده اهو، هضطر اكتب 3 ارقام بتوع الفيرتكس ده. وعشان ارسم المثلث ده برضه هضطر اكتب 3 ارقام بتوع الفيرتكس ده معايا. خلي بالك ان كارت الشاشه ده ليه ميموري، ليه رامات اسمها الفي رام او الفيرشوال او الفيجوال ميموري، ايا كان فيرشوال ميموري فيجوال ميموري والله ما فاكر. المهم يعني في رامات بتشيل ارقام والرامات دي حجمها صغير شويه، الفي رام. المهم الفي رام دي بتبقى شايله ارقام، تمام؟ ما هو الفيرتكس ده هيكون عباره عن مثلا 3 فلوتس اكس واي زد. طيب لما انا اقعد اكرر الفيرتكس هنا وهنا وهنا فانا ببعت ارقام كتير لكارت الشاشه ملهاش لازمه متكرره. فعملوا حاجه اسمها اندكس يعني لكل فيرتكس هنحط له رقم، زي مثلا الفيرتكس ده كده حطينا له رقم 2. هو موجود مع الوش ده وموجود مع الوش ده من المكعب وموجود مع الوش ده، تمام؟ فهيتكرر هنا وهنا وهنا، فبدل ما اكتبه 3 مرات بكتبه مرة واحدة وبعمل اندكس رقم 2 وبنادي على الاندكس ده منين ما انا احتاج الفيرتكس عشان ما اقعدش اكرر في الارقام اللي رايحة كارت الشاشة. بتتكون من كوردينيتس يعني محاور اكس واي وزد. تعالى في ال 2 دي مثلا على الاكس والواي، انا عندي النقطة صفر صفر في النص، لما امشي يمين الاكس بيزيد واحد، لما امشي شمال الاكس بينقص واحد، لما اطلع فوق الواي بتزيد واحد، لما انزل تحت الواي بتنقص واحد. فلو جيت مثلا عايز اعمل مثلث فدي نقطة هنا وادي نقطة هنا وادي نقطة هنا. طيب النقطة دي كام؟ بالعقل كده انا هنا عندي صفر صفر، عشان اوصل للنقطة دي همشي سالب نص وانزل سالب نص في الاكس وفي الواي، يبقى سالب نص وسالب نص. والنقطة دي موجب نص يعني نص وسالب نص في الاكس والواي. طيب النقطة اللي فوق دي همشي يمين؟ لا. همشي شمال؟ لا، يبقى هفضل عند صفر يعني في الاكس. طيب هطلع لفوق ولا انزل لتحت؟ هطلع لفوق يبقى بالموجب. هطلع كام؟ نص، لانها نص الايه الشاشة، لان الشاشة الحتة دي كلها واحد فبنصها بنص. اوكي، وبالتالي دي هتبقى صفر ونص. ونبعته لكارت الشاشة 3 فيرتيسيز دول فيرسم لي المثلث بتاعي. هنعمل لهم اندسيس طبعا، فده يبقى الاندكس بصفر والاندكس بواحد والاندكس باتنين، ونقول لكارت الشاشة نبعت له الأرقام دي ونقول له ارسم لي مثلث. تمام، ده كويس أوي.
طيب الارقام دي هتتبعت في كارت الشاشه ازاي بقى؟ هتتبعت في حاجه اسمها فيرتكس بفر. ايه هو الفيرتكس بفر؟ الفيرتكس بفر هو اري بتروح كارت الشاشه بتشيل شويه داتا. الداتا دي عباره عن داتا فيرتيسيز، تمام؟ هي اري عاديه زي بتاعت السي بلس بلس مثلا، هي اري شايله فلوتس مثلا، ولكن هي بتبقى متخصصه اكتر انها تشيل المعلومات بتاعت الفيرتيسيز. فانا عندي الفيرتكس اللي هو الازرق ده سالب نص وسالب نص، وعندي الفيرتكس الاحمر ده صفر ونص وصفر، ده طبعا اكس واي زد، يعني هو مخلي الزد بصفر في كل حاجه. والفيرتكس اللي لونه اخضر نص وسالب نص وصفر، تمام؟ الارقام دي ببعتها لكارت الشاشه، باخدها كده هو ورا بعضها على طول كده رصه كده في اري، وابعتها لكارت الشاشه في حاجه اسمها فيرتكس بفر، تمام؟ طيب كارت الشاشه هيعرف منين ان التلاته دول يخصوا فيرتكس واحد، والتلاته دول يخصوا فيرتكس واحد، والتلاته دول يخصوا فيرتكس واحد؟ لانها ارقام مرصوصه في كارت الشاشه. فلو جينا هنا على الفيرتكس اري، ايه هي الفيرتكس اري؟ بص بقى معايا عشان ايه الموضوع ده مهم جدا. دي الارقام رايحه كارت الشاشه في اري اللي هي اسمها فيرتكس بفر. بفر يعني اري يا جماعه، تمام؟ طيب الفيرتكس بفر دي اري رايحه كارت الشاشه شايله ارقام. هنعرف منين ان الثلاث ارقام دول عباره عن بوزيشن، عباره عن مكان الفيرتكس، والثلاث ارقام دول عباره عن كلر، عباره عن لون الفيرتكس؟ الله، انا ممكن ابعت معلومات تانية غير مكان الفيرتكس؟ ايوه ممكن تبعت لون، ممكن تبعت تكستشر كوردينيتس، ممكن تبعت اي حاجه تانية، هنتكلم في التفاصيل دي بعدين. طيب بعرف كارت الشاشة إن البوزيشن ده عبارة عن تلاتة فلوت، فهياخد أول تلاتة فلوت يبقى ده بوزيشن، وإن الكالر ده عبارة عن تلاتة فلوت برضه، فهياخد أول تاني تلاتة فلوت عبارة عن كالر. ساعات بحتاج إن أنا أبعت لكارت الشاشة شوية فاريبلز، يعني مثلا كارت الشاشة ده بروسيسور عادي يا جماعة، تمام؟ برنامج بيشتغل عليه برامج بس اسمها شيدرز. طيب عايز ابعت للبرامج دي فاريبلز عاديه، زي مثلا عايز ابعت له مثلا الصحه بتاعت اللعيب مثلا، عايز اخلي مثلا كل ما اللعيب يبدا صحته تقل اللون بتاعه يتغير مثلا، وبالتالي هبعت الصحه لكارت الشاشه علشان اغير في اللون هناك في كارت الشاشه اللي مسؤول عن تلوين الجيم اوبجكت، تمام؟ وبالتالي بعمل حاجه اسمها يونيفورم بلوك او يونيفورم بفر. بفر برضو يعني اري، تمام؟ اليونيفورم بلوك ده من الاخر ده جلوبال فاريبل لو راح لكارت الشاشه، وكارت الشاشه بيحطه في الفي رام ويقدر ان هو يقراه من اي مكان في الشيدر بتاعنا. تحسه ستاتيك فاريبل او جلوبال فاريبل موجود في الابلكيشن كله. في حاجه اسمها بايندينج بوينت، يعني من الاخر كده بتقول لكارت الشاشه ان الميموري دي مربوطه برقم واحد، بس خلاص. وتروح هناك في البروسيسور او البرنامج السي بلس بلس بتاعك وتقول ابعت لي الداتا دي للنقطة رقم واحد في كارت الشاشة، وهو هيربط الاتنين ببعض. أول حاجة اتكلمنا عليها هي الفيرتسيز، وهي عبارة عن شوية أرقام بوزيشنز للفيرتسيز بتاعتنا. طيب بعد كده اتكلمنا عن الاندسيز، وهي عبارة عن شوية أرقام بتعمل مثلثات، تمام؟ فيرست تراينجل وسكند تراينجل، احنا هنعمل مربع عبارة عن مثلثين. طيب بعد كده عملنا حاجة اسمها في بي او. ايه هو الفي بي او؟ فيرتكس بفر اوبجكت، اللي هو الفيرتكس بفر اللي هي الاري اللي بتشيل الفيرتسيز دهيت. بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها، ضفت طبعا في الجيم انجن نيم سبيس اسمها جي ال، دي خاصة بالاوبن جي ال، تمام؟ وعملت حاجة اسمها جي ال فيرتكس بفر، سميته كواد فيرتكس بفر لان كواد ده يعني مربع، تمام؟ واحنا عايزين نعمل مربع. الفيرتكس بفر ده دوت كرييت عشان نعمله، وبعد كده بنملاه بالداتا، بنملاه بالداتا اللي هي الايه، اللي هي الاري دي، تمام؟ يبقى احنا كده عملنا فيرتكس بفر عايزين نبعته لكارت الشاشه. حلو قوي. الاليمنت بفر اوبجكت او الاي بي او هو عباره عن اندكس بفر، يعني بفر برضو او اري بتشيل الاندسيز، وبنكرييت الاندكس بفر وبنقول فيل يعني املاه بالاندسيز. طيب الحاجه الثالثه الفي اي او او الفيرتكس اري اوبجكت، دي فيرتكس اري بتاخد الفيرتكس بفر اللي احنا عملناه فوق، وبتاخد الاندكس بفر، تمام؟ وبتاخد كمان حجم الايه، الفيرتكس، يعني الفيرتكس بتاعنا قد ايه، 3 ارقام، تمام؟ عشان ايه تبدأ تقول لكارت الشاشة الفيرتكس ده قد ايه. طيب بعد كده عملنا حاجة اسمها اتريبيوتس. ايه هي الاتريبيوتس؟ يعني بنقول لكارت الشاشة وصف للحاجة. اول حاجة شيدر لوكيشن بصفر. يعني ايه شيدر لوكيشن بصفر؟ يعني بنقول لكارت الشاشة، ده البرنامج اللي هيشتغل على كارت الشاشة الفيرتكس شيدر، بنقول لكارت الشاشة ان عند المكان رقم صفر لوكيشن زيرو انا هبعت لك بوزيشن، هبعت لك فيكتور 3 او 3 فلوتات شايلين بوزيشن مكان اكس واي زد. فهمت الكلام؟ طيب يعني البرنامج ده هيشتغل على كارت الشاشة. طيب نرجع تاني للابليكيشن.
طيب رجعنا للابلكيشن، بنقول الكاونت، انت هتبعت كام فلوت؟ 3. التايب نوع ايه؟ انتجر ولا فلوت ولا ايه؟ فلوت. تمام. الاوفست بزيرو. طبعا الاوفست دي كل ما نضيف اتريبيوت اكتر كل ما الاوفست يزيد. طيب ونقول اد فيرتكس اتريبيوت، وبالتالي نضيف الفيرتكس اتريبيوت بتاعنا او البوزيشن اتريبيوت. يبقى ده الوصف اللي احنا عملناه للفيرتكس اري بتاعتنا. طيب بعد كده كتبنا البرنامج اللي هيشتغل على كارت الشاشة اللي هو الفيرتكس شيدر والفراجمنت شيدر. الشيدر هي برامج بتشتغل على كارت الشاشة. بعد كده عملنا حاجة اسمها يونيفورم بافر. ده اليونيفورم بافر اللي انا كلمتك عليه، اللي هو هياخد بايندينج بوينت، نقطة في كارت الشاشة يمسك فيها مكان في الميموري ستاتيك او جلوبال، تقدر انت توصل له من اي مكان. بعد كده لو جينا هنا اول حاجة بنقول لاوبن جي ال كلير، امسح الشاشة بالارقام دي. الارقام دي الوان ار جي بي اي. تمام. وبنقول ان انت هتكلير الكالر بفر. تمام. وهنتكلم بعد كده ان شاء الله على الكالر بفر والدبس بفر. بعد كده بنبايند الشيدر. يعني ايه بنبايند الشيدر؟ يعني بنقول البرنامج اللي هو اللي هيشتغل على كارت الشاشة ده اهو، انا عايز ابعت له حاجة. تمام. يعني انا عندي هنا ده يونيفورم بفر اهو، عبارة عن شوية داتا. ممكن يبقى هنا مثلا هبعت له صحة اللاعب، مثلا الصحة بتاعت اللعيب، فاقول فلوت هيلث مثلا. تمام. ممكن ابعته كده عادي خالص، مفيش اي مشكلة يعني. شوية داتا. تمام. طيب المهم، فالداتا دي بنبعتها ازاي؟ بنبعتها عن طريق ان احنا عملنا حاجة اسمها يونيفورم بفر هنا، بنملى اليونيفورم بفر بالداتا بتاعتنا. ابديت اليونيفورم بفر، فكده ملينا الداتا. طيب بعد كده بنبايند الفيرتكس اري بتاعتنا ونقول لاوبن جي ال درو اندكسد، يعني ارسم لي الشكل بتاعنا عبارة عن تراينجلز وستة. ستة دول اللي هم عدد الاندسيز. انت شايف كده؟ طبعا هو بيعمل روتيشن. ليه بيعمل روتيشن؟ لان انا عامل ترانسفورميشن. تمام. بوزيشن وروتيشن وسكيل. فانا هوقف الكلام ده. يعني انا هقول هنا هو صفر، هوقف الروتيشن. طيب ده كده الايه المربع بتاعنا. طبعا انا عملت كاميرا بتبص يمين وشمال فوق وتحت، وعملتها بتتحرك حوالين الجيم اوبجكت. تمام. علشان نشوفه في العالم ال 3 دي. طيب دول كده المثلثين اللي احنا عاملينهم. ايه اللي عرفك ان دول مثلثين؟ تعالى بقى كده، تعالى نعمل شويه زي المودرز اللي بيعملوا مودز في الجيمز. بيقعدوا ايه، لا مؤاخذه يعني في الكلمه، ولا بلاش بيلعبوا في الكود عشان يفهموا هو الكود ده بيعمل ايه. طيب اول حاجه درو اندكس، يبدو ان دي الفانكشن اللي بترسم. طيب عندي هنا تراينجلز، عندي هنا مثلثات. طب انا ممكن اخليها ايه تاني؟ ايه الخيارات اللي عندي؟ عندي حاجه اسمها لاين لوب، خطوط. تعالى نعمل لاين لوب مثلا. كده بدأنا نشوف المثلثين اهم اللي احنا رسمينهم. اوكي. يبقى فيرتكس 2 3 ادي اول مثلث، وده فيرتكس 2 3 تاني مثلث، يبقوا كده كلهم 6. هتقولي 6 ازاي يا عم؟ ما انت كاتبهم 4 اهم، مش 6 ولا حاجة. اهم 4. ادي 1 2 3 4. اقول لك لا يا بطل، ما احنا في حاجات متكررة. تمام. فهم 6 اندسيز. يبقى احنا كده فهمنا فكرة الفيرتسيز والاندسيز. طيب لو انا جيت لعبت في الفيرتكس، يعني مثلا جبت الفيرتكس ابو 5/10 ده خليته 7/10، وجيت على الفيرتكس ده خليته مثلا 2/10، وجيت على الفيرتكس ده مثلا خليته 3/10، والفيرتكس ده خليته 8/10 مثلا. لعبت في شوية فيرتسيز وجيت شغلت كده. اوه زي ما انت شايف بقى شكل 3D تاني خالص، صح؟ طيب تعالى كده نرجع، ننزل تحت ونخليه تراينجل زي ما كان. بدل لاين لوب يبقى تراينجلز. تمام. بقى شكل 3D مختلف تماما. طيب جميل جدا، حلو قوي. طيب مثلا عايزين نغير لون الخلفية، فمثلا عايز اخليه لون احمر، فهاجي هنا عند الاحمر اخليه ب1، الاخضر ب0، والازرق ب0. يبقى دي كلير بتمسح الشاشة، فهتمسح لي الشاشة باللون الأحمر. يا ساتر يا رب، لون صعب جدا. تمام. زي ما انت شايف كده. تقعد بقى انت تجرب، يعني مثلا ايه،
تعالى مثلا ده البوزيشن يا جماعة صفر صفر صفر. تمام. طب انا لو عايز احركه يمين شوية، يبقى واحد في الاكس هيتحرك يمين، هتحرك يمين اهو. طب انا لو انا عايز احركه فوق بواحد، هيطلع فوق بواحد. يبقى ده الاكس والواي والزد بوزيشن، بدأ يطلع فوق بواحد اهو. تمام. ممتاز جدا. طب انا لو عايز اعمل روتيشن، ممكن اجيب التايم، الوقت بتاع الابليكيشن دلوقتي، وعلى طول هيبدأ ان هو يروتيت حوالين نفسه. طيب ممتاز. طبعا انا عايز اخلي دي نصاص تاني عشان الشكل يتشوه خالص، فهخلي دي نص، واخلي دي نص، واخلي دي برضو نص، ودي برضو نص. اظن كده تمام. وهنرجع نقول دي لاين لوب علشان نشوف كويس. لاين لوب. اوكي. زي ما انت شايف رجع لي كل حاجة تمام. انا كده بلف حوالين محور الواي لان الواحد عند الواي. تعالى نحط الواحد عند الاكس كده. طيب اوكي، بدأ ان هو يلف حوالين محور الاكس. طيب ممتاز. تعالى نحط الواحد عند الزد، هيبدأ ان هو يلف حوالين محور الزد زي ما انت شايف كده. طيب هي دي الفكرة كلها بتاعت الايه الشيدرز او البايب لاين بتاع الرسم عموما. اي جيم انجن في الدنيا بيرسم بالطريقة دي، بتختلف طريقة طبعا التعامل مع الانجن، لكن هي دي المعمارية اللي انا ثبتها هنشتغل عليها. واحد هيجي يقول لي طب هو احنا لازم اعمل كل ده عشان ارسم حتة مربع زي ده، وكل مربع حاجة ارسمه هكتب كل ده؟ المفروض تمام. بس اكشولي هو ما بيحصلش، يعني احنا في الاول وفي الاخر بنعمل لك اديتور او تولز بتسهل عليك الموضوع ده، والكلام ده كله بيحصل ورا في الكواليس في الجيم انجن. فما تشغلش بالك يعني، شوية كده هتلاقي الجيم انجن ده بقى فيه اديتور، فانت مش هتحتاج اصلا انك تتعامل مع الكلام ده كمبرمج بشكل مباشر.